ونيجي ندور على اللي اتقتل لو صحي وسالناه يقول انا ما اعرفش انا مت ليه. احنا زمان كنا بنقول لما واحد شاب يقول انا عايز اعلم على واحد نقول بيديله بوشله في وشه. راحوا المعلمين جايبين واحد جاب مطوه والتاني جاب شومه وراحوا واقفين في الشارع. الجريمه حدثت امام صالون الحلاقه، راحوا ماسكينه. المعلم علاء راح بالمطوه راح نكته نغزه في قلبه، والمعلم سامي راح ضربه بالشومه عده خبطات على نافوخه، وجع سحف دمه. اهلا بكم من جديد. الدم النهارده بقى رخيص وكل يوم رخيص يا ميت، ونيجي ندور على اللي اتقتل لو صحي وسالناه يقول انا ما اعرفش انا مت ليه، واللي قتله لو سالناه يقول لك احنا ما نعرفش احنا قتلنا ليه، دمرنا مستقبلنا وخربنا بيتنا على اتفه الاسباب. تعالوا بقى نشوف الجريمه دي اللي حدثت في محافظه الجيزه بالتحديد الهرم. اللي حصل ان في شاب اسمه محمد علاء، وانا اعرض لحضراتكم صورته دلوقتي جنبي على الشاشه. محمد علاء شاب عنده 22 سنه، مفيش خلافات بينه وبين اي حد. في 2 اخوات، شاب اسمه علاء وشاب اسمه سامي. الاتنين دول اساسا من محافظه الشرقيه ولكن قاعدين في الهرم محافظه الجيزه. الشابين دول في خلافات بينهم وبين محمد علاء. في روايتين في جريمه النهارده. في روايه بتقول ان الخلاف كان وليد اللحظه امام محل الحلاقه وصالون الحلاقه، وفي روايه بتقول ان الخلاف ده قديم ما بينهم وبين بعض كجيران. سواء ان الخلاف ده وليد اللحظه، سواء ان في خلاف قديم ما بينهم وما بين محمد علاء. هل ده ممكن يتسبب في جريمه قتل قدام الجميع في قلب الشارع الناس كلها تشوفها؟ اللي حصل ان الاتنين الاخوات دول حبوا ان هم يعلموا على محمد علاء. وكلمه نعلم، احنا زمان كنا بنقول لما واحد شاب يقول انا عايز اعلم على واحد نقول بيديله بوشله في وشه، بيعلم على المؤخره، بيعلم في منطقه حساسه في جسمه، عشان بيعلم له في وشه عشان لما يقف قدام المرايه يشوف التعويره يفتكر الايام ديت. احنا الكلام ده مش بنرجحه، ولكن كان هو التفكير ده. انا عايز اعلم على واحد، بمسك مطوه واقف له في مكان قطر شفره واديله بوشله. النهارده بقى للاسف الوضع اختلف. لما في ناس ممكن واحد يقول لك انا عايز اعلم على حجازي ده، اعلم عليه بموته، مش بديله بوشله مثلا بوشله 2 غرزتين 3 4، لا بموته. الاتنين الاخوات ضيعوا نفسه، قال لك عايزين نعلم على محمد علاء. طب نعلم عليه ازاي؟ عايزين نعلم عليه ازاي؟ راحوا المعلمين جايبين واحد جاب مطوه والتاني جاب شومه وراحوا واقفين في الشارع. الجريمه حدثت امام صالون الحلاقه، لان في ناس بتقول محمد علاء كان داخل يحلق اصلا في الصالون. الاتنين اخوات اللي هو علاء وسام واقفين، شافوا محمد علاء داخل راحوا ماسكينه، كلمه من هنا وكلمه من هنا. طبعا في خلاف ما بينهم وبين بعض، يعني كل الناس اكدت على الكلام ده. راحوا ماسكينه. المعلم علاء راح بالمطوه راح نكته نغزه في قلبه، والمعلم سامي راح ضربه بالشومه عده خبطات على نافوخه، وجع سحف دمه. احنا بنتكلم على جريمه لو هنتكلم بالمنطق والعقل ما استغرقتش دقيقتين، اقل من دقيقتين. اي نعم حصل النوش وزعجوا مع بعض قدام صالون الحلاقه، انما المعلم كان مغفل ومركب له المطوه في قلبه، والتاني كان منزل على دماغه بالشوم. بعد ما وجع الشاب سحف دمه ابتدوا الاتنين يخلعوا. طبعا بالنسبه لاهالي مش هيقدروا يتكلموا معاهم لان شايفين واحد معاه سلاح ابيض والتاني معاه شومه، فبالتالي سابوهم. طلعوا يجروا الشابين بعد ما عملوا اللي عملوه، راحوا طالعين على محافظه الشرقيه. زي ما قلت لحضراتكم هم اساسا من الشرقيه قاعدين في الهرم. طبعا جاء الاهالي خدوا محمد علاء ربنا يرحمه وطلعوا يجروا بيه على المستشفى. على ما وصل المستشفى كان ميت، تحرر محضر وبالفعل تم ضبط المتهمين. اعترفوا امام جهات التحقيق وقال لك ايوه احنا في بيننا وبينه خلاف. سلموا السلاح الابيض المستخدم في الجريمه واعترفوا اعترافات تفصيليه، والنيابه امرت بحبسهم 4 ايام على ذمه التحقيق. شفتوا النهارده الجريمه بتتم ازاي؟ شفتوا النهارده ان كل يوم رخيص يا ميت؟ شفتوا النهارده ان ارخص حاجه بقت دم الانسان؟ الولد في ثواني طالع سليم متشطف لابس 100. الخبر جه لاهله، طب عليهم زي الجدل المستعجل، روحوا استلموا جثه ابنكم من مشرحه زينهم. والسبب ايه؟
الناس بتقول بقى الروايه التانيه بيقول لك ده عشان الحلاقه، هم داخلين يحلقوا وهو داخل قبليهم فبقول له ما انا اللي احلق الاول. وناس تقول لك لا ده خلاف قديم بينهم وبين بعض. انا عايز اعرف ايه هو. يا عم اطلعوا، يا ريت الكلام ده يوصل لاهل علاء وسامي. اطلعوا قولوا لي انتوا قتلتوا محمد علاء ليه؟ يمكن يا اخي تقولوا لنا سبب مقنع احنا نسقف لكم نقول لكم انتوا ناس محترمين كان من حقكم تعملوا كده. انما سواء في خلافات بينكم وبينه تموتوه، سواء قصه حلاجه داخل يحلك هو الاول ولا انتوا الاول تموتوه، في شرع مين؟ عدم الرقابه يوصلنا لاكتر من كده، واحنا بنعمل رجاله في ثواني وبنرجع بعد كده نتندم، نعيش طول حياتنا زي الحريم. ايه اللي استفدناه من كده؟ انتوا كشابين ضيعتوا مستقبلكم، انتوا الاتنين ضيعتوا مستقبلكم. لو مش هتتعدموا هتاخدوا اشغال شقه مؤبده. انتوا كده بقيتوا رجاله، وكمان اتسببتوا لاهلكم في مصيبه. يعني انتوا هتبقوا في السجن واهلكم عايشين عيشه زي شبه الجطران بره، مشاكل وخلافات ويرادوا في ده ويرادوا في ده. ادي اللي بيحصل كل يوم. لو في رقابه مش هيحصل اللي بيحصل ده. يا ريت نتعلم، وانا مؤمن بقضيه ان عمر كلمه يا ريت ما بتعمر بيت، ولكن اولي حسبي الله ونعم الوكيل. واخيرا الى اللقاء.